لا قطن ولا كتان، الاهلي في اليابان. الاهلي يروح اليابان ونشجعه. مظبوط كده، بيركز ابو تريكه بيلعب برضه على مرمى. يلا يلا ريحنا شاد داخل شاد، يلا 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 يا جمالك يا شادي. الأهلي بيرجع اليابان مرة تالتة في 2008، والمرة دي كان في ثقة كبيرة جدا جدا من الجمهور إن الفريق هيكرر نفس الإنجاز اللي فات أو يمكن يحقق إنجاز أحسن. يعني كل الأهلاوية كانوا متعشمين جدا في البطولة دي فعلا، وقالوا إن الأهلي رايح ينافس مانشستر يونايتد. بيوصل الأهلي اليابان ويفتتح البطولة الساعة 7 الصبح في عز التلج بماتش قدام باتشوكا المكسيكي. الأهلي بيقدم شوط معقول في البداية وممتاز جدا في النهاية، بيقدر يخرج كسبان 2-0، وكمان الجونين كانوا ملعوبين وكور مرتدة وكرة حلوة. وسجل الجونين المفروض أبو تريكة، بس هو ما تسجلش باسمه لأنه خبط في المدافع، وفيلافيو اللي هم هدافين الأهلي في كأس العالم أصلا. بينتهي الشوط الأول والطموحات عالية جدا والتفاؤل بيصل لأعلى مستوى، وخلاص بنسبة كبيرة كده الأهلي في نص النهائي. ومع بداية الشوط الثاني الأهلي بيسجل الثالث كمان ويتحسب اوفسايد. يعني خلاص كل المؤشرات بتقول إن الأهلي فعلا هيقدم بطولة تاريخية السنة دي، بس ده قبل ما الترابيزة تتقلب على الأهلي. الفريق المكسيكي بيسجل الأول، يسكت لا يسجل الثاني بعديها، وبكده يتعادل، وكل حاجة بتبوظ من الأهلي خالص. بيدخلوا الاكسترا تايم والفريق واقع بدنيا وفنيا ونفسيا وكل حاجة، ويقوم فريق باتشوكا مكمل الريمونتادا وبيسجل الثالث والرابع، وبيدوس على كل الطموحات اللي اترفعت لسابع سما، وكده بيخرج الأهلي تقريبا من البطولة. طبعا كانت صدمة كبيرة جدا لكل الأهلاوية، ازاي احنا فريق قوي وأبطال أفريقيا وبننافس على البطولة واحذر يا مانشستر يونايتد، وفي الآخر نخسر بالشكل ده. لكن خلاص مش قدامهم أي حاجة غير إن هما يستسلموا للأمر الواقع. بيلعب الأهلي الماتش اللي فاضل وهو ماتش تحديد المركز الخامس، لكن بدون أي حافز. بيلعب قصاد أديلايد الأسترالي، فريق كده لسه جديد، وبيخسر 1-0 بهدف كريستيانو. لا مش كريستيانو، ده هو واحد تاني، هو ما نعرفوش غير ان هو جاب جون في الأهلي بس، وما سمعناش اسمه بعد كده خالص. بتخلص البطولة كده بالنسبة للأهلي، وبيرجع مصر بالمركز السادس وبخيبة أمل كبيرة جدا. هي بطولة غريبة قوي، يعني حتى محدش فاكرها بالحلو أو الوحش، حتى لقيت فيديوهات ليها بصعوبة قوي. لكن عموما هي مشاركة محسوبة على الأهلي في كأس العالم. لكن برضو رحلة الأهلي في اليابان لسه ما انتهتش.